تخيل تكون شركة عالمية وعندك منتج ناجح جدا وبقاله سنين محافظ على النجاح ده في السوق، تيجي في يوم تهب في دماغك تغير كل حاجة عن المنتج ده، الاسم، الشكل، الطعم. تصحى من النوم بقى تلاقي الناس كلها ضد. القصة دي حصلت سنة 1985 مع شركة كوكاكولا لما قرروا يغيروا وصفة الكوكاكولا الأصلية في منتج جديد في السوق وسموه نيو كوك، وقالوا هو ده المنتج اللي هيكسر الدنيا. بس اللي حصل ان الدنيا هي اللي اتكسرت عليهم. ازاي ده حصل؟ الناس كانت مرتبطة بالكوكاكولا الأصلية، النكهة، الذكريات، البراند نفسه. الناس بطلت تشتري المنتجات بتاعتهم بسبب التغير اللي حصل في النكهة والتغيرات اللي حصلت في البراند عموما، والإعلام بقى يهاجمهم علشان شركة كوكاكولا تضطر ترجع المنتج الأصلي بعد 79 يوم بس، سموه كوكا كولا كلاسيك علشان يرجعوا الثقة. لو انت صاحب مشروع مش لازم كل التغيير يبقى كويس، لازم تفهم جمهورك كويس جدا قبل ما تغير، لان مش دايما الناس بيدوروا على الجديد، بعد اوقات بيدوروا على البراند اللي يحسسهم بالثقة والامان لما يشتروا المنتج بتاعهم.